السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا بقى وحشتولي جدا جدا من الفيديو اللي فات. لو لسه كده حبيبه قلبي بقى بتشوفي قناتي لاول مره، طبعا يشرفني وينورني وجودك معايا. والله يا اختي اللي انت شايفاه ده كانت في النيه ان هو هيكون بتفور، تمام. بس تعالى اقولك الزهايمر عمل ايه معايا النهارده، وحول لي من بتفور لبسكوت شكله حلو قوي قوي. ما علينا. هقولك الطريقة وهقولك كل حاجة وهقولك كمان البتفور، وإن شاء الله أنزلك وصفته. بس يعني نكون واخدين حاجة للزهايمر قبلها بشوية علشان الدنيا تظبط معانا. تمام. كانت النية لله ان هو طبعا ده بتفور وعملناه بطريقة حلوة قوي، وبسم الله ما شاء الله طلع معايا بقى ايه. مقدرش اقولك على جماله وعلى شياكته. بس للأسف والله يا اختي انا حطيته في الفرن من هنا، وعينك ما تشوف النور وعينك ما تشوف غير النور من هنا. يلا بينا نبدأ الفيديو كده الاول واقول لك ايه اللي حصل، واقول لك عملت له اعادة تدوير ازاي وطلعته بسكوت حلو علشان ما يترميش خسارة. ما هو مش عشان غلطة مطبعية مني ارمي كل الحاجات اللي انا كلفتها دي. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، واقول لك على المقادير المظبوطة. بس اوعي يكون عندك زهايمر زي حالاتي. ركزي كده وشوفي هنعمل ايه. معانا هنا كوباية واحدة سكر، ومعايا اللهم صل على النبي، استني بقى واحدة واحدة يا اخت عشان نشوف. كوباية واحدة سكر، عليهم كوبايتين سمنة، عليهم 4 كوبايات دقيق، وعندي بيضتين، وعندي رشة ملح صغيرة اوي. هي دي كل الحكاية يا بنتي يا زوزو. اه والله هيطلع معاكي احلى بتيفور ممكن تاكليه. ومعايا كمان للتزيين فارماسي الوان وفارماسي شوكولاته. تمام كده. عملت ايه يا اختي؟ هو انا هقولك اللي حصل واحده واحده وهفهمك، بس معلش سرعه التصوير لان كان في مقطع وانا بوريلكوا المقادير فهي راحت مني يعني. تمام. المهم مسكت السمنه الاول اللي هي كوبايه واحده سمنه، مسكتها ضربتها ضرب مبرح كده، ولغايه ما عملت معايا بوس كده بالمضرب. تمام. بدأت ايه انزل عليها. طبعا السمنة دي لو سمنة بلدي هتبقى احسن حاجة معاكي. تمام. مش برجح ان انت تعمليها غير بسمنة بلدي. تمام. تمام. لحد هنا زي الفل زي الفل. المهم يا اختي ضربت السمنة اللي هي كوباية السمنة، ضربتها كده بايه، كوبايتين السمنة، نزلت عليهم كوباية واحدة من السكر. خلاص. وبدأت ان انا ايه احط عليهم رشة ملح صغننة قوي 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 لا تذكر كده. وبعدين نزلت البيض بتاعي بيضة بيضة. خلاص كده. تفضلي تضربي كده في السمنة الأول بالسكر علشان لغاية لما تعمل معاكي فوم كده وبوز تلاقي، يعني قصدي القوام معاكي بقى تقيل وفي منتهى الجمال. هو طبعا الشكل مش محتاج ان انا ايه افسر. تمام. المهم ضربت الاول السمنه كوبايتين السمنه، ونزلت عليهم كوبايه السكر، ونزلت عليهم البيضتين واحده واحده، ونزلت عليهم رشه ملح صغننه قوي قوي علشان تظبط لي القوام، ورشه اللهم صل على النبي فانيليا. ضربت بقى كل الحاجات دي وبسم الله ما شاء الله شايفين يعني طالعه معايا ناجحه جدا، وكنت فرحت جدا بجد. يعني كل الخطوات ماشيه الحمد لله زي الفل. ايه يا ستي، انا حطيت كوبايتين دقيق في اللي هي في البوله دي، وقلت ايه هحطهم وازود كمان كوبايتين بس يعني من ورا الكاميرا قال يعني ايه بتذاكى عليكم. تمام. فانا قلت هقول لكم المقادير كده، يعني هم 4 كوبايات دقيق، هحط الاتنين وهرجع تاني احط اتنين كمان. ايه اللي حصل يا ست البنات؟ ان انا حطيت اتنين، والاتنين التانيين نسيت احطهم خالص. تمام. طب انا عندي كوبايتين سمنة مقاديرهم 4 كوبايات دقيق، يعني ما ينفعش ان انا احط كوبايتين بس. خلاص كده. المهم اقولك على طريقته بقى. لما تحط كده ال4 كوبايات دقيق بتاعك وكل الخطوات اللي انا قلتلك عليها، هتحط بقى البتفور بتاعك معاكي في القمع وهينزل معاكي زي الفل. اهم حاجه وانت بتعملي الخطوه دي، خلاص، و بتقلبي كده، قلبي من فوق لتحت كده لغايه الدقيق ما يتجانس مع السمنه والسكر اللي احنا ضربناهم دول، ويبقى معاكي بالشكل ده كده. تمام. بسم الله ما شاء الله كان زي الفل والله الحمد لله. بس مرمناش حاجه وقدرنا نتعامل. خلاص. كنت ناوي اعمل ايه، جزء بالفانيليا كده وجزء بالشوكولاته. تمام. تمام.
حطيت كده نفس الخليط ده، حطيت على يعني حشت منه معلقتين 3 كده، ونزلت عليهم معلقة من الكاكاو الخام. تمام كده. ونزلت عليهم حوالي معلقة سمنة بلدي بس صغيرة، وبدأت اقلب برضو من فوق لتحت علشان اعمل البيتفور ده يكون بالشوكولاتة. خلاص كده يا بنتي يا زوزو، خلاص كده يا قلب زوزو. خلصنا وعملت القوام اللي انا عايزاه، والبيتفور معايا متماسك وزي الفل. تمام. عايزه اقول لكم انا وصلت لحد هنا وظبطت الدنيا وجيت ادخله الفرن، والنبي يا اخت عينك ما تشوف الا النور، انا اتصدمت اصلا. والله العظيم. عايزه اقول لكم انا ما جاتش في بالي ان انا امسك التليفون واصور، فاهمين ازاي؟ اللي هو بقى هو طلع معايا جميل، وتشكل معايا زي ما انا عايزه، وعملت منه جزء طويل كده، وعملت منه اشكال زي ما انا عايزه. وفي الاخر جيت احطه في الفرن بقى، لا حول ولا قوه الا بالله، لقيته الصينيه دي مفيش ولا واحده كده متماسكه. فاللي هو ما بقيتش عارفه كده يعني، بقيت عماله ابصله، ويعني انا محتاره، انا مش عارفه انا هعمل فيه ايه، وصعبان عليا كل الحاجات اللي انا حطيتها ليه، وسمنه بلدي بقى وسكر وبيض يعني مش قادره اقول لكم. ياه، كان عندي كميه نشاط وانا بعمله كده بقى، وبينزل معايا في منتهى الجمال كده، حاسه ان انا بقى عملت ابداع. بس ما كنتش اعرف يا اختي والله اللي مستنيني. تمام، الحمد لله على العموم، قدر الله ما شاء فعل. وده يخليك ان انت تحط كل مكوناتك على بعض، ودايما تشغلي الذاكره وانت شغاله كده، عشان ما تنسيش اي حاجه. بما ان احنا ستات بيوت وشيفات وكل حاجه، بس يعني جل من لا يسهو، كلنا بننسى يعني. شكلته يا اختي وظبطته، وعملت كده قارب اللي هو بالفانيليا، وعملت قارب كمان اللي انا هشكله التاني ده هيكون نصه كده بالشوكولاته. وكمان جبت فرماسي الوان وفرماسي شوكولاته ونجوم كده بقى، وقلت ازينه بقى واعمله كده حاجه شيك يعني، فاهمين ازاي؟ المهم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو حطيت بقى اللي هو قمع يعني شكل تاني، وقلت اطلعه يكون فيه، عارفين انتوا البوتفور المطول شويه ده، او زي البسكوت المطول يعني، يطلع معايا شكل مختلف يعني. صراحه حبيت شكله كده زي الورده بس منفوشه كده، فاهمين ازاي؟ نزلت نص الكميه ورجعت نزلت عليها نص الكميه اللي هي بالشوكولاته، مش نصها كلها، انا عامله حاجات بسيطه بس بالشوكولاته. تمام. اول ما بتحطي بقى اللي بالشوكولاته بتحس ان هو في 2 3 هيطلعوا ملونين كده، بس عبال ما القمع ينزل فيه كل كمية الشوكولاتة. تمام. المهم يا اختي عملته كده، ورحت جايبه نجوم بقى يعني بزينه، والحمد لله وطلع معايا زي الفل. وشكل شكل الاشكال بتاعته تحفه، وشكلها كل حاجه حلوه الحمد لله وبفضل الله. والله عايزه اقولك ان انا لما حطيته في الفرن يعني كان نفسي ان انا اصور شكله، بس للاسف من يعني لما خدت الصدمه ما قدرتش ان انا اصوره. انا قعدت كده يجي ساعه ساعه ونص عبال ما شميت نفسي. المهم بقى يا اختي لقيته كله سح في قلب الصينيه. اعمل رحت منزلاه كله خلاص، ورحت حاطاه في طبق كده، ورحت مزوداه كوبايتين دقيق اللي هم كانوا المفروض يزيدوا، ورحت مزودة عليه كيس بيكنج باودر، وعجنته بشوية لبن. تمام كده، تمام كده. وجينا تاني يوم يعني بعدها بشوية حطيته في الإقماع على أساس إن أنا أعمله بسكوت طويل. تعالوا بس عشان تشوفوا اللي حصل لي اليوم ده، ما حصلش لحد ولا جرى لحد والله العظيم. ونفس الحكاية كنت مصممة إن أنا أعمله بيتفور. هو كان الاساس بيتفور بس طلع طعم تاني خالص. تمام، عشان ما كنتش بضحك عليكم يعني خلاص. ودخلته الفرن يا اختي ونسيته، وده كان شكله تمام يعني. هو بصوا، هي الوصفة مبسوط لها من اول البداية يعني. طبعا الفيديو ده ما كنتش حابة انزله، بس قلت يعني اضحككم معايا شوية وابسطكم. طيب لحد كده واستسلم؟ ابدا. قلت لا يا بنت، انت مش يعني بالتفاهه دي، لا كملي وان شاء الله هتوصلي لاي حاجه. المهم ان انت ما تستسلميش لضعفك وتستسلمي للي جرالك. خلاص خلاص.
انا والله عايزه اقول لكم انا بفصل من كتر الضحك ومن كتر الهستيريا. كل ما افتكر الفيديو ببقى صراحه مش عايزه، يعني مش قادره اتكلم اصلا. المهم يا اختي في الاخر طلع معايا بسكوت في منتهى الجمال. يعني والله العظيم بجد بجد، يعني عايزه اقول لكم والله العظيم بدون مجامله ان انا عاملاه بس والله بجد طلع حلو. وقدرت ان انا يعني اصلح ما يمكن اصلاحه. وكمان عملت له ايه، سيحت له كده قطعتين شوكولاته. وجبت بقى التزيين بتاعي برضو ان انا مصممه ان انا مرمهوش. ورحت عامله ايه، جبت البسكوت اللي انا قلقاه عملته طلع بتفور وطلع بسكوت. فزينته كده نزلته في الشوكولاته. الشوكولاته بقى دي اول ما تبدا تمسك نفسها شويه هتبدا تمسك على الفرماسي اللي انا عاملاه. تمام كده، تمام كده. المهم يا اختي، كان نفسي اعمل اول حركه دي بالبيتفور، بس يعني هو ربنا ما اردش. ان شاء الله المره الجايه نعملها ايه في حاجه تانية، ونعمل بقى مربى وحاجات كده كتير. خلاص خلاص. برضو البيتفور بنبقى نعمله بالطريقة دي. بس والله العظيم بجد هو دي المقادير بتاعته، اقول لك على مقاديره بجد يعني بقى بدون. هو طبعا الفيديو كهزار، فاللي مش حابب يتفرج او اللي وصل لحد هنا من الفيديو انتوا على راسي. ولو عجبكم الفيديو بقى اعملوا له لايك كده، كومنت حلو، ودايما يشجعني ان انا ابوظ اي حاجة وانزلها معاكم في فيديو. خلاص. زي انتوا بقى كده وتقوليش انت عاملة يعني. لا بجد يعني عندي ثقة في نفسي جامدة والله العظيم. ما حبيتش ان انا ارميه، والله العظيم والله العظيم بجد طلع طعمه حلو. خلاص. حطيت على كل مثلا ايوه كده، وقال يعني زينته عشان الشوكولاته تمسك في الاشكال دي. وظبطت الدنيا على قد ما انا قادره عشان مفيش حاجه تترمي، وازعل على الفلوس ان انا حطيتها فيه والحاجات والتزيين والنظام اللي انا كنت ناويه اعمله في دماغي. هقول لك على مقادير البيتفور بقى سريعا سريعا. عندك كده 4 كوبايات دقيق، عليهم كوبايتين من السمنة، عليهم كوباية سكر، ورشة ملح لا تذكر كده بعد ما تضربي السمنة بالسكر عشان تفضل متماسكة معاكي. وبلاش الفانيليا لو مش حابة، حابة تحطي ريح جوز الهند حطي. وبيضتين، ولو عايزة تحطي كمان صفار بيضة واحدة حطي، تمام، عشان يطلع ناعم معاكي وكويس. مش حابة هيطلع معاكي بمنتهى الجمال بالطريقة دي. جربيه وان شاء الله انزل لكم الوصفة بتاعته. رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، وقدرت طبعا ان انا ادخل عليكم كده بهجة وسرور. استنوني فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.